السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نوال من قناة على طريقتي In My Way. جيتكم بروتين جديد من يوميات امرأة بسيطة نشارك معكم إن شاء الله الرحمن الرحيم. كيفاش دوزت عشية يوم الثلاثاء. نقترح عليكم DIY ديال ليزي سوسن أو الصحن الدوار، ونقترح عليكم كذلك بعض الأفكار إن شاء الله الرحمن الرحيم اللي تعجبكم. ما تنسونيش من اللايك ديالكم واشتركوا إلا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة ديالي. وكيف ما شفتوا معايا العشيه ديالي غتبدا، او التصوير ديالي ديال اليوم غادي يبدا من يعني تحضير الكوتي ديال الاطفال ديالي. فانا ضفت لهم بعض الفواكه كيف ما شفتوا معايا وعصير. رجعت مباشرة باش نغسل الأواني ديال الغدا، وننظف كذلك الطنجرة ديال الضغط اللي كنحافظ على النظافة ديالها. غير هكا مرة كندوز عليها بالصابون البلدي والجيكس باش تبقى نظيفة، يعني ما نحتاجش انني نخليها حتى يتراكموا عليها الاوساخ وفي التالي يولي عندي صعوبة انني ننظفها. فدائما كناخذ يعني كندير لها هكا غير حكه خفيفة ظريفة، وكن يعني كننظفها. فغندوز كذلك ننظف سطح العمل ونمشي نرتاح، يعني شي اشياء اللي كتكون بالنسبة ليا روتينية في صنع الليتي سوسن أو الصحن المدور اللي كنتو سولتوني، واستسمح كثير لأني تعطلت عليكم. فالطريقة ديالو سهلة جدا وبسيطة كيف ما عودتكم.
بطبيعة الحال غادا نحتاجو واحد القطعة خشبية على هذا الشكل دائري، فانتوما اللي تختاروا القياسات. يمكن نجرّب لكم جميع القياسات اللي بغيتو، سوا صغارين سوا متوسطين سوا كبارين، المهم خاصها تكون مخدومة مزيان ويحكها لكم مزيان، يعني الواجهة ديالها تكون محكوكة مزيان. أنا جيت لهكا من التحت وخديت هاد القطعة ديال هادي كلها بلاستيك، الصراحة ما عرفتش منين جابها ليا الزوج ديالي، وإنما يعني الميزة اللي فيها أنها كتزلق، يعني ماشي شي حاجة اللي ثابتة، لصقتها بجوج ديال المسامر، وكما تشوفوا معايا كتزلق، حطيتها فوق الخشب ها هي زلقات، كيف ما شفتوا حطيتها كذلك فوق سطح العمل وزلقات. يعني هذه هي الميزه ديالها، اي حاجه نتوما ممكن تلقاوها، يعني سواء اللي كنتو تعرفوا شي حريفيه راه يفيدوكم، سواء عندكم شي مكان فيه الخرده يمكن تلقاو فيها شي حاجه. المهم غير تكون من البلاستيك وتكون كتزلق، هادو هما أهم الأشياء باش هاكا تبقى تحرك لينا بسهولة في أي مكان حطيناها فيه. فأنا غندوز نبرنزها أو نصبغها بهاد الصباغة الشفافة اللي كتحافظ على لون الخشب، فكتعطيه غير لمعة فقط كما تشوفوا معايا. فكناخذ غير القليل من البرنيز في الشيته أو الفرشاة، وكنبقى غادا على نفس الاتجاه بهاد الحركة حتى كنصبغها بالكامل. البرنيز كيحافظ لينا على الخشب، يعني الا توسخ كيتغسل بسهوله، وحتى البرنيز كذلك الا بغينا نغسلوه بالماء ما كيتاثرش لينا يعني الخشب ديالنا ما كيتاثرش بشكل كبير بالماء. وكذلك كيعطيو لمعه كما تشوفوا معايا. كاين فرق ما بين الجهه اللي برنزتها والجهه اللي بقات محافظه على اللون ديالها الطبيعي، فكيحافظ عليه وفي نفس الوقت كيعطيه لمعه وكيخليها يعني تبان الشكل ديالها أحسن من لون الخشب، يعني الطبيعي. وبنفس الطريقة كنبرد حتى الجوانب أو الحواف ديال هاد الليزي سوزن، وكنحطها يعني في واحد المكان اللي يكون مهوي تقريبا واحد 24 ساعة، ما نقيسهاش بإيديا حتى تنشف تماما. نتوما كتشوفوا معايا النتيجه، ما كاينش فرق كبير ما بين هذيك اللي كتباع في ايكيا ب 120 درهم وما بين هذه اللي تقامت عليا ب 30 درهم. ومن قريب كنت خديت لها هاد الفراشات الورقيه اللي كتباع في مرجان، فالباكيه الواحده فيها 12 ورقه وكتباع ب 10 دراهم. وهاد الورق يمكن لكم تفرشوه، كاينين في الاشكال، يعني في اللي مستطيل اللي مربع اللي دائري بحال هاد الشكل اللي خديت انا. يمكن لكم تفرشوها بحال هكا الاشياء الخشبيه، البلاطوات الخشبيه او البلاطويات اللي من حديد، ممكن تستعملوهم كذلك للكيك او ممكن تستعملوهم كذلك حتى للصواني، فكيجي الشكل ديالهم مراقي الصراحه وكيحافظوا لينا على الاواني ديالنا. حبيت كذلك نشارك معكم اليوم وصفتي الخاصة ديال الحليب بالشوكولاتة في هذا الشتاء البارد. فغنحتاجو كاس ديال الحليب، غنحتاجو ملعقة ديال الحليب المحلى، انا خديته اليوم بنكهة الكراميل، نتوما تاخذوا باي نكهة بغيتو. غنحتاج كذلك 2 معالق ديال الكاكاو الغير المحلى وعود ديال القرفة. على نار متوسطة غادا نضيف الكاس ديال الحليب وغادا نضيف العود ديال القرفة، وغادا نحرك حتى يتشرب ليا الحليب بالنكهة ديال القرفة. بصراحة العود ديال القرفة غادي يضيف واحد اللمسة واحد المذاق مميز لهذا الحليب بالشوكولاتة، فغادي تحسي بواحد المذاق مبدل سبحان الله العظيم. نتوما غتجربوها وغادي يبان لكم الفرق. فغادا نضيف 2 معالق ديال الكاكاو من ما غيتشرب ليا الحليب النكهة ديال القرفة، ونحرك جيدا بدون توقف حتى يذوب الشوكولات في الحليب. فما بين المميزات ديال الشوكولاته المره او الحليب البودره او الشوكولاته البودره ديال هذا المر، انه كيساعد على ارتخاء الاعصاب، فكيبدل المود سبحان الله العظيم. كتكوني معاه مقلقه غير كتاكلي قطعه ديال الشوكولاته السوداء، بالضبط كنهضر على الشوكولاته السوداء، فكتاكلي غير قطعه واحده كتحسي بسبحان الله العظيم النفسيه ديالك تغيرت نوعا ما. فغادا نضيف من بعد ما يذوب الشوكولاته غادا نضيف ملعقه، حتى الملعقه ونصف ديال الحليب المحلى اللي انا اختاريته منكه بالكراميل. وبنفس الطريقه غادا نحرك جيدا حتى يذوب عندي الحليب المحلى.
جزء من النهار اللي كيكون خاص بيا وخاص براحتي النفسيه، فما كندير حتى شي حاجه اخرى خاصه بالتنظيف او التنظيم او شي حاجه خاصه بالدار فتنساها نهائيا، سواء كنت قضيتها سواء كنت ما قضيتهاش، مع العلم انني كنحاول كل نهار على اساس ان من يجي هذا الوقت نكون ساليت شغالي كامله. كندير واحد الحاجه كما كيقولوا امهاتنا وكما كيقولوا المغاربه القدام، كنحاول نتصنت لعظامي بهذه العباره، يعني كنعطي وقت لراسي، كنحاول نفرغ راسي من الاشغال ديال النهار بالكامل، كنحاول نرتاح، كنحاول يعني نقرا شي حاجه، كنحاول يعني ننمي الفكر ديالي بما انه نهار كامل وانا في الشغل وفي يعني في يدي في الماء كما كنقولوا. فكنحاول يعني ملي كنجلس هذا الجزء من النهار كنحاول يا اما نقرا كتاب يا اما ندير شي حاجه اللي كتكون تعود عليا بالنفع وكتريحني في نفس الوقت نفسيا وجسديا. بالنسبة لوجبة العشاء ديال اليوم فأنا غنحضر بيتزا باللحم ديك المدخن. بالنسبة لباطة البنات فأنا ديجا كنت شاركتها معكم، صُبتها أو كنت حضّرتها معكم بسميد الفينو، وكذلك الصلصة حتى هي كنت ديجا حضّرتها معكم، كنت حضّرتها بالأعشاب المنسمة، واحد لاصوص اللي كتجي أكثر من رائعة، كتجي بنينة وكتجي منسمة بالأعشاب، يعني مختلف أنواع ديال الأعشاب. فأنا غنخلي لكم الروابط في صندوق الوصف إلا بغيتو تشوفوا الطريقة من الأول كيفاش يعني حضّرت هاد الوصفات بجوج. وكما تشوفوا معايا فغدا لاصوص غنديرها فوق من العجين كنت رققتها في هاد الصينيه ديال المسمن لانها ثقيله، فبغيتها تبقى يعني تقرمل ليا او تقرمش ليا العجين من التحت، فلانها ما كتاخذ وقتها في الطياب لانها ثقيله، فبالتالي كتعطيني واحد العجين اللي كتكون مقرمشه من التحت ورطبه وهشه من الفوق. فانا يعني كما تشوفوا معايا قطعت لحم الديك المدخن من الفوق وضفت كذلك الجبنه الحمراء والموتزاريلا كذلك من الفوق، غندخلهم على 200 درجه حراره حتى تطيب. وهذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا الخفيفه الظريفه اللي حضرت معكم اليوم، فكتجي لذيذه بالاعشاب المنسمه اللي في الصلصه وكذلك بالطعم ديال لحم الديك المدخن، كتجي مقرمشه من التحت وهشه ورطبه من الفوق. وبهذا يكون تسالى الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يا ربي يكون عجبكم وخديتوا منه افكار ما سخيتش بكم البنات، وشكرا لكم بزاف على التعليق ديالكم المفرحه، الله يفرحكم كاملين ويعطيكم ان شاء الله ما تمناو. وما تنساوش بان التعاليق ديالكم كتفرحني، فبقاو دائما تكتبوا لي تعاليقكم المفرحه، نخليكم ونلقاكم في رعايه الله وحفظه.